إذا سقط ريال مدريد على ملعب ريال مايوركا وفاز برشلونة في معقل أتلتيكو مدريد ليتسع الفارق بين الفريق الكتالوني صاحب القمة وحامل اللقب والميرينجي مطارده إلى 7 نقاط قبل 8 جولات من نهاية موسم الدوري الإسباني. نتيجتان تبدوان فارقتين في صراع حسم لقب الليغا. إذن وائل، إلى أي مدى ممكن أن تعكس هاتين النتيجتين على مشوار الفريقين فيما تبقى من بطولة الدوري؟ والأكيد أعطت أريحية كبيرة بالنسبة لبرشلونة على مستوى الدوري وحتى على مستوى الشامبيونز ليج، دخول بأكثر ثقة باعتبار فرق 7 نقاط على ريال مدريد، يعطي أكثر ثقة للاعبين، يعطي أكثر راحة على المستوى الذهني، يخلي هانس فليك يفكر جيدا في أن مباراة الشامبيونز ليج أصبحت لها الأولوية القصوى بالرغم أهميتها الكبرى قبل هذا الفارق ب7 نقاط، ولكن أصبحت الأهمية القصوى للشامبيونز ليج. أكيد وأنه 7 نقاط يخلي برشلونة يلعب مرتاح نوعا ما، الشيء الذي لم يكن موجود في برشلونة قبل مباراة ريال مدريد، لأنه قبل مباراة ريال مدريد وريال مايوركا يعني بعدها بالضبط فما مباراة برشلونة والأتليتيكو، أكيد كان فما ضغط مسلط على لاعبي برشلونة، لأنه لو فازت ريال مدريد الفارق سوف يصبح نقطة وتصبح نتيجة مباراة أتليتيكو مدريد مهمة جدا، ولكن هزيمة ريال مدريد خففت الضغط في تلك المباراة ولعب برشلونة تقريبا بضغط منقوص نوعا ما وفاز في هذه المباراة. أكيد 7 نقاط تعطي أكثر أريحية وتزيد من الضغوطات على أربيلوا وعلى لاعبي ريال مدريد، خاصة في ظل تضييع العديد من النقاط المهمة والعديد من النقاط اللي كانت في المتناول. نحكيو على ختافي، نحكيو على أساسونا، 6 نقاط كانت تنجم تخلي ريال مدريد في وضعية ثانية مع برشلونة، ولكن تبقى دائما المفاجآت واردة، يبقى دائما ريال مدريد قادرة على العودة. وما ننساوش الأخطاء الكبيرة اللي يقوم بها دفاع برشلونة اللي كلفته في عديد من المناسبات مباريات وعديد من النقاط، قادرة أنه ترجع ريال مدريد، ولكن الأمور أصبحت أصعب مما كانت عليه من قبل باعتبار وأنه برشلونة الآن يمتلك الثقة المفرطة والثقة الكبيرة جدا اللي كان يمكن يحتاجها في مثل هذا التوقيت في هذا الموسم، لأنه لما تكون عندك ثقة عالية في اللاعبين بالرغم غياب بعض العناصر، ولكن بالعناصر الموجودة قادر وأنك تمر إلى ليفل ثاني بالنسبة لبرشلونة. التركيز على الشامبيونز ليج يكون جيد، ولكن أيضا عينيهم تكون على الليغا كبيرة جدا، لأنه الليغا تعتبر أمر كبير جدا بالنسبة لبرشلونة، خاصة لو فاز بها مثل ما شفنا التقرير، يكون يوصل لمباراة الكلاسيكو يكون هي نتيجة مهمة بالنسبة لبرشلونة. أكيد يعني على المستوى الذهني تكون صعبة جدا على ريال مدريد وستكون محفزة جدا بالنسبة لبرشلونة. نعم، إذا تحدثنا يعني قبل أن نتحدث عن الجانب الفني دعنا نتحدث عن الجانب النفسي. الضغط أكبر بكثير على مدريد منه على برشلونة، تتفق؟ بطبيعة الحال لما تعيش انت في مدريد عندك اغلب اللاعبين نجوم كبار من افضل اللاعبين تقريبا في العالم، لما تتاثر كفريق عالمي، كفريق من احسن ما هو موجود في العالم، لما تتاثر اليوم بغياب فالفيردي فقط، وهذا يعني كان واضح على لاعبي ريال مدريد، لما تهدر فرص سهله بالطريقه ذيك، لما تحط نفسك في وضعيه صعبه خاصه مع المنافس المباشر والعداوه الكرويه اللي متواجده بين ريال مدريد وبرشلونه، اكيد وانه يسلط ضغط على المستوى الإعلامي، على المستوى الجماهيري، على مستوى حتى غرفة الملابس، تصبح الأمور صعبة على المدرب لاحتواء غرفة الملابس. أكيد غرفة ملابس تحتوي نجوم كبار جدا من المفروض يكونوا هما الليدرز بالنسبة للاعبين الشبان اللي موجودين، أكيد وأنك تضيع نقاط في مثل هذا الوضعية يعني أكيد تخلق لك العديد من المشاكل خاصة في غرفة الملابس، لأنه ريال مدريد بعد هذه المباراة وبعد هذه الخسارة سوف يواجه بايرن ميونخ، أكيد وأنه ضغط غرفة الملابس، ضغط الليغا سوف يتحول إلى ضغط الشامبيونز ليج أيضا، لأنه ريال مدريد كان يطمح وأنه يفوز في هذه المباراة، يخلي فرق 4 نقاط وعلى امل وانه تتعادل برشلونه مع اتلتيكو مدريد تصبح نقطتين او تصبح نقطه، فيكون حتى الدخول الى مباراه بايرن يكون باكثر ثقه باكثر عزيمه. الابواب فتحت ما بين الشامبيونز ليج ما بين الليغا، اليوم تقريبا باب الليغا بدا يغلق نوعا ما في وجه لاعبي ريال مدريد، وهذا يخلق ضغط. اكيد وانه الشارع في مدريد يحب مدريد تلعب على مختلف الجوانب، سواء على الليغا، سواء على الشامبيونز ليج، على كاس الملك، كل الكؤوس بالنسبه لهم وجب الفوز بها، ولكن في هذه الوضعية اصطدم ريال مدريد بفريق الحقيقة كانت النجاعة حاضرة،
وريال مدريد أضاع العديد من الفرص في هذه المباراة، اللي خلى برشلونة بتوفيق في الهدف الثاني لليفاندوفسكي يلقى نفسه على بعد 7 نقاط. أكيد وأنه منسوب الثقة يرتفع على مستوى فريق برشلونة، نعم. وينخفض، والضغط النفسي يكون كبير جدا على مستوى لاعبي ريال مدريد. دعنا نشارك معنا طبعا مراسلينا جمال جبلي وباسل طبال. باسل، يعني لو بدأت معك، وائل تحدث عن غرفة ملابس ريال مدريد، ماذا عن غرفة ملابس نادي برشلونة بعد تحقيق الفوز في مباراة مهمة جدا أمام أتلتيكو مدريد، وبعد أيضا خسارة ريال مدريد طبعا أمام مايوركا، والاقتراب شيئا فشيئا من الحفاظ على بطولة الليغا؟ مساء الخير لك ومساء الخير لوائل، اهلا بكما. اذا كما ذكرت يعني كانت جوله مهمه جدا في هذه الاسبوع، وكان برشلونه يريد ان يستغل هذا التعثر من ريال مدريد هاشم، وبطبيعة الحال دخل هذه المباراة بتشكيلة كاملة، بتشكيلة أساسية. يعرف كذلك هانزي فليك أن ليس لديه كذلك الهامش الكبير في التغيير، ولكن رغم ذلك بدأ بهذه التشكيلة الأساسية، وأراد أن يخرج بالنقاط كاملة حتى يرتاح في المباريات المتبقية إن كان في الدوري أو إن كان في دوري أبطال أوروبا. والآن بهذه النتيجة وبتوسيع النقاط ل7 نقاط أصبح بإمكان برشلونة الآن أن يتعامل مع مباريات الدوري بمرونة أكثر، وأن يركز على مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، كذلك مباراة العودة. لذلك هنا دخل برشلونة بقوة، وكان هناك فرحة كبيرة بعد خروج الفريق بانتصار مهم جدا وتوسيع الفارق ل7 نقاط، لأن كذلك ريال مدريد تنتظره مباريات صعبة. ربما كان يخشاه برشلونة أن يخرج بنتيجة سيئة في هذه المباراة ولو فاز ريال مدريد، وبعد ذلك هناك خروج في ملعب ختافي وأوساسونا. هذا الخروج يأتي تحديدا في الوقت الذي ربما قد يلعب فيه برشلونة في الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا، وهنا ربما كان ستتعقد الأمور بشكل كبير. ولكن ما قدمه مايوركا لبرشلونة كان هدية كبيرة. توسيع الفارق في هذا التوقيت هو مهم جدا، وفليك لم يكن يريد أن يتهاون مع هذه الفرصة، كان يريد أن يضمن الفوز وأن يضمن توسيع النقاط، الفارق النقاط بينه وبين ريال مدريد، لأن تحقيق لقب الدوري كذلك هو مهم جدا، وليس بإمكانك أن تفكر بمباراة على حساب مباراة أخرى. والآن كل التركيز أصبح على دوري أبطال أوروبا بعد أن ارتاح نظريا الفريق في مباراة الدوري، ولكن ليس هناك أي شيء محسوم. إن أردت أن تفوز بالدوري فليس بإمكانك كذلك أن تقدم هدايا للخصم في المباريات المقبلة كذلك. نعم، إذن يعني جمال، لو تحدثنا عن ريال مدريد والأصداء في داخل قلعة ريال مدريد، يعني هل بدأ شيئا فشيئا يتلاشى لربما الطموح في التتويج بلقب الليغا والتركيز على لقب دوري أبطال أوروبا، أم أن هناك القتال حتى اللحظات الأخيرة وحتى الجولة الأخيرة طبعا بعد الخسارة أمام ريال مايوركا؟ مساء الخير لكم ومساء الخير باسل. تلاشى أو بمعنى آخر الاعتراف بأن الأمل قد تلاشى لم يأتي لشيء إلا لأن الخسارة في مايوركا جاءت قبل فوز برشلونة مساء في رياضير متروبوليتانو، وبالتالي كان وقتها الأمل معقود على أن يتمكن أتلتيكو مدريد من إيقاف برشلونة، لكن فوز برشلونة الذي تزامن مع خسارة ريال مدريد جعل الفارق 7 نقاط. ولا شك بأن ردود فعل حقيقية لن تأتي إلا غدا في المؤتمر الصحفي، حيث سنواجه أربيلوا وسنواجه أيضا لاعبا من ريال مدريد قبل مباراة ذهاب دوري الأبطال. بالتالي ريال مدريد يمكن أن نقول بأنه مر بمرحلة كهذه. الجميع يحاول أن يقارن فترة زيدان وفترة أربيلوا، لأن أربيلوا جاء في نفس التوقيت في شهر فبراير من هذا العام، كما جاء زيدان في شهر فبراير أو يناير من العام 2016، أي 4 أشهر تقريبا قبل نهائي دوري الأبطال. وحدث ما حدث. الجميع يعلم بأن ريال مدريد قد توج وقتها بدوري الأبطال في بداية لثلاثية متتالية تاريخية لحد الآن. أربيلوا أوروبيا يقوم بما عليه على أحسن وجه، بدليل أنه بعد أن تراجع فريقه شيئا ما ودخل الدور الحاسم، الدور الإضافي، ولم يتأهل مباشرة ضمن الثلاثة الأوائل، إلا أنه قام بواجباته على أحسن الأحوال.
فائزا على في ذلك الدور على بنفيكا ذهابا وإيابا، قبل أن يفوز على مانشستر سيتي الذي كان مرشحا ذهابا وإيابا. اليوم بايرن ميونخ أيضا مرشح، وبالتالي ريال مدريد يمكن أن نقول بأنه فريق ذا وجهين، وجه في الليغا وهو الذي يتعثر كثيرا، والذي خصوصا أمام الفرق الصغيرة. قبل أسبوع فقط شاهدنا كيف أن ريال مدريد تعملق ولعب حتى ب10 لاعبين وتمكن من الفوز، وها هو الآن في المباراة أمام فريق يفترض أنه صغير، لأنه فريق ينافس هذا الموسم من أجل البقاء ليس أكثر، وهو فريق مايوركا. تمكن مايوركا، ربما يمكن أن نقول بأن حافز مايوركا في هذه المباراة كان أكبر من حافز ريال مدريد، وهو الذي كان يريد النقاط الثلاث حتى يبقى في المنافسة على اللقب. وبالتالي وإن شبهنا تلك الفترتين 2016 و2026، في نفس الفترة جاء الكلاسيكو وكانت 4 نقاط تفصل بين برشلونة وريال مدريد، ومباراة الإياب كانت في الكامب نو وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، بهدفين لكريستيانو رونالدو الهدف الثاني وكريم بنزيما الهدف الأول، وتمكن من الاقتراب إلى نقطة واحدة. لكن اليوم نحن نعيش شيئا مناقض تماما في انتظار الكلاسيكو الذي هو بعيد، أعتقد في المرحلة 35، مما يعني بأن إن لم يحدث شيئا ما قبل ذلك يقلص الفارق بين الفريقين، فيمكن لبرشلونة كما أسلفتم أن يحتفل باللقب وقتها. نعم جمال، تحدثت عن موسم 2015-2016 مع التشبيه طبعا بين زيدان وأربيلوة في الفترة التي جاء بها. تحدث عن هذا الموسم الذي صحيح أن ريال مدريد خسره بنقطة واحدة، ولكن زيدان تمكن من العودة بالفريق على الرغم من أن الفارق كان 12 نقطة. في موسم أيضا 2019-2020 ريال مدريد عاد من بعيد وتمكن من تحقيق 10 انتصارات متتالية بقيادة زين الدين زيدان. يعني هناك مواسم تمكن فيها ريال مدريد، وخاصة أيضا أتذكر موسم 2006-2007 مع فابيو كابيلو عاد ريال مدريد مرة أخرى. هل الفوز على بايرن ميونخ، إقصاء بايرن ميونخ من دوري الأبطال، قد يغير الروح في ريال مدريد ويجعل التفكير في بطولة الدوري وفي انتظار أي تعثر طبعا لنادي برشلونة، وعلى غرار طبعا المباراة التي ستجمعهما؟ يعني صحيح قلت بأن دوري الأبطال نشاهد دائما فريق ريال مدريد يختلف تماما. الجميع يقول هذا، لست أنا فقط من يقول ذلك، المنافسون، اللاعبون، المدربون، الإدارة، وسائل الإعلام، كلهم يقولون بأن ريال مدريد في دوري الأبطال شيء يختلف، فريق يختلف، وأحيانا لا مبرر لذلك، لأن نفس اللاعبين، نفس الطريقة، نفس المدرب، نفس الملعب، ونتائج مختلفة تماما. ربما حافز ريال مدريد في دوري الأبطال أكبر. زيد على ذلك الآن، وبما أن الأمل قد قل شيئا ما لكنه لم يزل تماما، إلا أنه قل مع اتساع الفارق إلى 7 نقاط، لا شك بأن ريال مدريد سيركز اهتمامه على دوري الأبطال ولديه القدرة على ذلك. لكن حذاري، بايرن ميونخ فريق قوي جدا وهو لحد الآن مرشح، لكن مانشستر سيتي أيضا كان مرشحا قبل أن يواجه ريال مدريد. نعم، نعود مرة أخرى إلى باسل. طبال باسل، نحن نتحدث الآن عن فريق لم يعرف طعم الخسارة سوى في مرة واحدة في عام 2026، وهنا نتحدث طبعا عن نادي برشلونة. إلى أي طموح يمني طبعا فليك ولاعبو فليك ختاما لهذا الموسم؟ كما حدث يعني في الموسم الماضي تمكنوا من الفوز ببطولة أو بالثلاثية. هل هذا الموسم الطموح أكبر، الذهاب بعيدا في دوري الأبطال، أو لربما تتويج بهذا اللقب؟ كما ذكرت هاشم، يعني في الموسم الماضي كان برشلونة على بعد دقائق فقط من بلوغ الدور النهائي، ويريد الفريق أن يعوض ما فاته في الموسم الماضي. وتعرف أنه أيضا فريق شاب تعلم من الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الإنتر في الدور النصف نهائي، ولا يريد أن يرتكب هذه الأخطاء مرة أخرى. ولكن المهمة ليست سهلة في دوري الأبطال. دون أي شك أن كما ذكرت منذ قليل توسيع الفارق في الدوري يعطي فليك
الفرصة للتفكير أكثر في دوري الأبطال. المشكلة ليست هنا، المشكلة أن برشلونة خسر 3 لاعبين مهمين قبل هذه المواجهة المقبلة في مواجهة أتلتيكو مدريد. فرانكي دي يونغ غير جاهز، خسر كذلك برنار لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى ثاني هداف في مسيرة فليك مع برشلونة والذي هو رافينيا. ولكن رغم ذلك الفريق في الموسم الماضي عندما وصل لمباراة الانتر وهو يعاني من غيابات كثيرة نافس حتى اللحظات الأخيرة، بل كان أيضا ربما الطرف الأفضل، وهناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين في الذهاب بعيدا في دوري الأبطال، ويخشون كذلك سيناريو من أتلتيكو أن يكون مفرط في استعمال الخشونة، وكذلك أن تكون مباراة صعبة على المستوى البدني. لذلك الفريق كذلك يحضر لهذا السيناريو، وكذلك يعتبرون أن ربما طريقة إدارة المباراة من قبل الحكم الذي ربما قد يسمح أو لا يسمح بهذه التدخلات العنيفة قد تغير مجريات المباراة. لذلك يوم الأربعاء مباراة مهمة جدا لبرشلونة، أولا في ملعبه يريد أن يخرج بنتيجة إيجابية. إذا أردت أن تتأهل للدور المقبل فملعب المتروبوليتانو ملعب صعب كما تابع برشلونة وشهد يوم أمس رغم الفوز، والأتلتيكو لعب ب10 لاعبين لمدة طويلة، ولكن الهدف الآن هو تحقيق انتصار مريح ونتيجة جيدة يوم الأربعاء المقبل في مواجهة أتلتيكو مدريد قبل العودة يوم الثلاثاء في 14 من الشهر المقبل. دائما عندما تواجه الأندية من نفس الدوري تكون المواجهات أصعب، لأنك أنت تعرف الخصم بشكل جيد وتعرف كل نقاط ضعفه وقوه، والخصم كذلك يعرف عنك كل شيء، ولكل مباراة عالم خاص وكذلك ظروف مختلفة. فشاهدنا 4 مواجهات حتى الآن، فاز برشلونة في 3 وفاز أتلتيكو في 1. لنرى المواجهة الخامسة ولكن في أوروبا ماذا سيحدث بها. نعم باسل ابقى معنا، سنعود إليك. وائل، يعني تحدث باسل عن خروج برشلونة لربما إن صح التعبير بين قوسين المر من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. اليوم برشلونة بنفس تقريبا الطريقة، بنفس المدرب، بنفس اللاعبين، يريد التتويج ببطولة لقب الدوري، ولكن ما الذي تغير هذا الموسم عن الموسم الماضي؟ لم تتغير أشياء كثيرة، ولكن اللي يضر على برشلونة النجاعة الهجومية. برشلونة استطاع أنه يسجل أهداف في الأوقات الصعبة. شخصية برشلونة أصبحت أفضل، التعامل مع المباريات الصعبة أصبح أفضل. صحيح وأنه يعاني على المستوى الدفاعي، وهذا مما لا شك فيه طريقة الدفاع المتقدم، وهذا شفناه حتى مع أتلتيكو مدريد. الهدف اللي قبله امبارح أمام من سيميوني كان بفضل الدفاع المتقدم، وكان كسر التسلل ونزل في 1 ضد 1 مع الحارس وسجل هدف. أكيد وأن هناك العديد من مشاكل في برشلونة، وهذا يترجم تواجد كانسيلو كظهير ايسر، تواجد اروخو كظهير ايمن في اغلب الاحيان، ما تلقاش في قلب الدفاع تواجد جيرار مارتين في قلب الدفاع. اكيد وانه هانز فليك يعاني على المستوى الدفاعي، على مستوى الخطه الدفاعيه، ويبحث عن انه يبعد الخطر اكثر ما يمكن عن الحارس. ولكن في بعض الاحيان واتت وانه برشلونة يقبل العديد من الاهداف، ولكن في المقابل برشلونة يسجل العديد من الاهداف. برشلونة لما يكون رافينيا جاهز في افضل حالاته يسجل اهداف، ليفاندوفسكي نفس الشيء، لامين يامال نفس الشيء، الان فيرمينو لوبيز خاصة في الفترة الأخيرة يقدم في مستويات محترمة جدا. برنال لما دخل في المجموعة أصبح داني أولمو دائما موجود. كوندي اللي تميز في أغلب الفترات وأنه يكون الظهير الأيمن اللي يعطيك أسيست في أكثر من مرة. أكيد وأنه على المستوى الهجومي برشلونة أصبح فعال جدا، يسجل العديد من الأهداف ثم يحاولوا أنه ما يقبلش أهداف، بالرغم فما بعض الأخطاء وبعض المشاكل على المستوى الدفاعي. أكيد وأنه درس الموسم اللي فات أمام الإنتر في آخر الدقائق كان مر جدا بالنسبة لبرشلونة. أخذ أسبقية 7 نقاط تعطي أريحية بالنسبة لهانز فليك. أكيد وأنه ما يقدرش يغير تغيير كبير جدا على مستوى التشكيلة، لأنه مباراة واحدة يخسرها برشلونة قادرة وأنها تفرق قبل مباراة الكلاسيكو وتتغير الأمور وتتعقد الأمور بالنسبة لبرشلونة. ولكن على المستوى الذهني أصبح برشلونة يعني يعرف كيف يسير المباريات، وشفناها امبارح ذهنيا برشلونة قدروا أنه يرجع في المباراة بسرعة. لو ما رجعش بسرعة كانت تتعقد الأمور، ولكن قوة شخصية الفريق رجع بسرعة في المباراة. صحيح وأنه استفاد من الطرد اللي يحصل بالنسبة لأتلتيكو مدريد، ولكن تحسوا أنه في شخصية، تحسوا أنه في فرص بالنسبة لبرشلونة، قادر وأنه يسجل في أكثر من فرصة. ما فماش فرص كبيرة لأتلتيكو مدريد، ما حسيتش أتلتيكو مدريد قادر يسجل الهدف الثاني والثالث، ولكن سيميوني راح العديد من اللاعبين على مستوى التشكيلة الأساسية بالطبيعة، لأنه شوف لما هو يريد أن يفوز أو لو ناخذ مباراة امبارح هاشم، مباراة امبارح بالنسبة لأتلتيكو مدريد كانت تحضيرية بحتة لماتش تشامبيونز ليج الأوروبي. هذا ما أريد أن أتحدث. بالنسبة لبرشلونة قبل مباراة ريال مدريد كانت مباراة مهمة جدا جدا أتلتيكو مدريد، ولكن بعد هزيمة ريال مدريد
أصبحت المباراة نحاولوا نخرجوا بأخف الأضرار. لو خرجنا بنقطة أوكي، 3 نقاط أوكي، المهم الفريق ما ينهزمش في هذه المباراة، لأنه الفريق أصبح عنده ضغط أقل بعد هزيمة ريال مدريد. ليس هناك الضغط اللي تولي لي ريال مدريد قريبة نقطة واحدة، ليس مثل وأنه ريال مدريد تبقى بعيدة 4 نقاط. أكيد وأنه هانز فليك قرأ حساب في الأمور هذه، حب يعمق الفارق وهذا ما نجح فيه، حتى ولو نقولوا وأنه توفيق في الهدف الثاني، لأنه الكرة رجعت من الحارس واصطدت في صدر ليفاندوفسكي. ولكن في المجمل المباراة برشلونة أنا حسيت وأنه برشلونة كان قادر في كل لحظة وأنه يسجل هدف، كان قادر في كل لحظة وأنه يخلق الخطر على دفاع أتلتيكو مدريد. أكيد وأنه غياب لوقمان، غياب ألفاريز أعطى أكثر أريحية لدفاع برشلونة في هذه المباراة. ولكن مباراة الشامبيونز ليج سوف تكون بسيناريو ثاني ومختلف تماما عن مباراة البطولة، باعتبار وأنه سيميوني سيلقي بثقله كاملا في هذه المباراة. سيحاول إشراك ألفاريز، غياب أيضا اللاعب الظهير الأيمن اللي كان في ريال مدريد، لاعب أتلتيكو مدريد لورينتي كان يعطي الحلول كبيرة جدا بالنسبة لأتلتيكو. هذوما عناصر أساسيين بالنسبة لأتلتيكو مدريد. ولكن بالنسبة لهانز فليك استعمل أوراقه اللي موجودة، فاز بالمباراة المهمة. الآن تركيز كلي على تشامبيونز ليج اللي تعتبر الهدف الثاني أو الهدف الأول بالنسبة لبرشلونة. هل يستطيع برشلونة يعني إذا أكمل في بطولة دوري الأبطال، هل يستطيع التوفيق بين دوري الأبطال والدوري المحلي والذهاب بعيدا في كلتا البطولتين؟ الحقيقة بشخصية برشلونة الحالية، برشلونة على المستوى الدوري ما يخوفش كثير في خسارة مباريات، قادروا أنه يحسم مباريات بتواجد لامين يامال خاصة في فورمة جيدة، راشفورد يقدم في مباريات محترمة كما قلنا، وأنه على مستوى وسط الميدان والهجوم برشلونة قادروا أنه يحسم مباريات. مشكلة برشلونة الوحيدة وأنه يقبل أهداف بطريقة ساذجة نوعا ما، أو الطريقة التكتيكية اللي اختارها هانز فليك اللي هو مجبر عليها، وأنه يحاول يدفع بالبلوك متاع الفريق أبعد ما يمكن على المرمى حتى يبعد الخطر. ولكن أنا نشوفه لو مر في الشامبيونز ليج قادروا أنه يحسم البطولة، لأنه يمتلك لاعبين ممتازين، يمتلك مجموعة قادرة وأنها تحسم المباريات، خصوصا وأنه المباريات المتبقية تعتبر في المتناول بالنسبة لبرشلونة في الدوري. دعنا نعود مرة أخرى إلى مدريد وجمال جمال يعني الحديث عن دكة بدلاء ريال مدريد. كان هناك الكثير من الحديث حول الأسماء المتواجدة فيها والفرص الكبيرة التي يمنحها أربيلوا للاعبين الشباب. هل هذا من الممكن أن يؤثر على الفريق على مشواره سواء في بطولة الدوري أو حتى في دوري الأبطال؟ لا، كان واضحا تماما مثل ما كان الشأن. كنت بالأمس في ملعب رياضير متروبوليتانو، لاحظنا منذ إعلان التشكيلة بأن سيميوني لا يهمه أو لا تهمه مباراة الأمس بقدر ما تهمه مباراة الثلاثاء المقبل ضد برشلونة ومباراة التي تليها بعد أسبوع. بالتالي هو مهتم أكثر بدوري الأبطال، على اعتبار أنه كان يعلم بأن مهمته مستحيلة، منافسة فريقين الثاني منهما يبعده ب12 نقطة والأول 16 نقطة، مهمة مستحيلة ذات الشأن. يمكن أن يقال بالنسبة لأربيلوا، لكن مع الاختلاف أن أربيلوا في حال فوزه أمس كان سيبقي على الأقل على الفارق، أو على الأقل كان يضغط على برشلونة الذي لعب أمس بأريحية أكبر. وقد التقيت بأحد اللاعبي برشلونة الذي اعترف بأن معرفة نتيجة ريال مدريد جعلتهم يدخلون بأريحية أكبر، وبالتالي الضغط كان ممكن أن يكون مؤثرا أكثر على برشلونة في مباراة الأمس. وريال مدريد أو مدربه بالأحرى في سعيه دائما لإعطاء مكانة أكبر لمن كانوا لاعبيه في الفريق الرديف، وهم صراحة يقومون بدور لا بأس به. ولكن ربما في مباراة حاسمة كان عليه أن يقحم الفريق الأول، هو الذي كان يفكر وهذا ما قام به، كان يفكر في قرارة نفسه إن احتاج إلى فينيسيوس، إلى جود بيلينغهام وإلى آخرين سيقحمهم في المرحلة الثانية لقلب النتيجة، لكن ذلك لم يتحقق. وكان بإمكانه أن يفكر بالعكس، أن يدخل بالفريق الأول، أن يضمن النتيجة وأن يريح لاعبيه
بعد الفوز في المرحلة الثانية. أعتقد بأنه خطأ في حسابات المدرب وقد اعترف ولو لعب. ثم هناك أيضا صراحة غياب فالفيردي بالأمس كان جليا واضحا، لأن وجوده كان سيغير أشياء كثيرة. هو الذي ربما كاريكاتور يقدمها الكثيرون هنا بأنه لعب كظهير، لعب كوسط ميدان، وفي المباراة ضد السيتي كان هو المهاجم صاحب الثلاثية. قيل بأنه لم ينقصه سوى أن يلعب كحارس مرمى، وكنت قد مزحته في المرة الأخيرة بعيد عن الميكروفونات، قلت سنراك قريبا حارس مرمى، قال لم لا. بالتالي فالفيردي بالأمس هو العنصر الذي كان سيعطي تلك الروح القتالية إضافة إلى دوره فوق الميدان، هو الذي ينافس من أجل استرداد الكرات وكذلك من أجل إنهائها، وقد نجح في آخر مباراتين له من تسجيل 4 أهداف، مما يعني بأنه الآن أصبح لاعبا حاسما بعدما كان في بداية الموسم قد تراجع شيئا ما. وكان كثيرون يقولون بأن فالفيردي لم يعد فالفيردي الذي كان تحت إبرة كارلو أنشيلوتي، لكن فالفيردي الذي عاد في الفترة الأخيرة يمكن أن نقول بأنه فاق ما كان عليه في فترة كارلو أنشيلوتي، ولا شك بأن غيابه بالأمس كان مؤثرا. نعم، نعود إلى باسل طبال في برشلونة. باسل، يعني إذا تحدثنا عن الخسارة أمام ريال مدريد وتعثرين آخرين سيمنح ريال مدريد لقب الدوري في حال فوزه في جميع المباريات، إلى أي مدى من الممكن أن يحدث هذا السيناريو ولو أنه صعب؟ يعني سيحدث هذا السيناريو إذا في حال فاز ريال مدريد في كل المباريات، وفي حال خسر برشلونة هذه المباريات الصعبة التي ربما تنتظره خارج ميدانه مع ختافي وأوساسونا، وعلى شرط أن يفوز ريال مدريد في كل المباريات المتبقية. عادة يعني في تاريخ الليغا لم يحصل أن خسر فريق الليغا وهو بفارق 7 نقاط على بعد 8 جولات من نهاية هذا الدوري وأن يخسر الدوري. عادة لم تحصل. طبعا بما أن الموضوع الأمور حسابيا لم تحسم فكل شيء ممكن وكل شيء وارد، ولكن منطقيا قد تكون الأمور صعبة بشكل كبير على ريال مدريد للفوز باللقب في هذا الموسم. وإن لم يحصل ذلك وإن حصل كذلك تعثر جديد بالنسبة لريال مدريد فربما على إدارة النادي أن تراجع أشياء كثيرة بالنسبة للموسم المقبل. ولكن عودة لهذا السؤال، يعني يعرف برشلونة أن كل مباراة يفوز بها من الآن حتى نهاية الموسم تقربه أكثر إلى التتويج. هو كان الهدف أن يصل إلى مباراة الكلاسيكو وعلى بعد 4 نقاط. هذا يعني في حال حتى لو خسر الكلاسيكو من ريال مدريد فذلك يعطيه مجال ليبقى في الصدارة ل3 جولات أخيرة عندما سيواجه فالنسيا، وكذلك سيلعب في مباراة في ملعبه كذلك قبل نهاية الموسم. نعم، أريد أن أتحدث عن جدول مباريات برشلونة باسل إذا تسمح لي باسل، أريد أن أتحدث عن جدول مباريات برشلونة. هو سيلعب أمام إسبانيول المباراة القادمة في بطولة الدوري في برشلونة، بعد ذلك سيستقبل أيضا سيلتا فيغو مرة أخرى في ملعبه، ثم سيخرج خارج الديار في مباراتين مع ختافي وأوساسونا، ومن ثم سيستقبل ريال مدريد. بعد ذلك سيذهب إلى ألافيس، وآخر مباراتين له أمام بيتيس وأمام فالنسيا خارج قواعده. أيضا مباريات صعبة. صحيح، هي أصعب المباريات كما ذكرت، مباراة ختافي وأوساسونا بعد مباراة سيلتا فيغو. المباراتان المقبلتان ربما بإمكان برشلونة لو فاز في ملعب الكامب نو على إسبانيول وعلى سيلتا فيغو فهذا بشكل كبير سيقربه من اللقب، لأن أنت لست تضمن كذلك أن لا يخسر ريال مدريد مع جيرونا في مباراة التي هي بين مباراتي ريال مدريد وبايرن ميونخ، خاصة إذا في حال ريال مدريد خرج بنتيجة جيدة أمام بايرن ميونخ فربما قد يفضل أربيلوا أن يريح بعض اللاعبين المهمين وأن يفكر في العودة، وأن يعتبر افتراضيا ربما كذلك أن الدوري صعب فيجب أن يفكر في لقاء العودة مع بايرن ميونخ، ربما إذا خرج بانتصار بهدفين ب3 أهداف. كل شيء وارد مع ريال مدريد في دوري الأبطال، فذلك أيضا سيؤثر على مبارياته في الدوري، وأربيلوا قد يكون مجبر على إراحة أهم الأسماء في مباراة جيرونا.
ولكن بعد ذلك هناك 3 مباريات لريال مدريد خارج ميدانه مع اسبانيول، كذلك في مواجهة بيتيس اسبانيول والكامب نو، 3 مباريات على التوالي خارج ميدانه. وهنا اعتقد في هذه ايضا هناك اشبيليا خارج ملعبه باسل، الدوري سيكون الحسم بشكل كبير. نعم ايضا ريال مدريد سيواجه اشبيليا خارج ملعبه. لكن دعني اعود الى وائل باللكحه. الوائل يعني اذا تحدثنا بعد الكلاسيكو صحيح، نعم. ولكن اقصد قبل الكلاسيكو هنا مواجهة بيتيس، هناك مواجهة اسبانيول ومواجهة برشلونة. نعم. بعد الكلاسيكو هناك كذلك مباراة مع اشبيليا خارج ميدانه، واشبيليا في وضعية صعبة جدا الذي كذلك خسر في هذه الجولة امام الاخير ريال اوفيدو، وقد يواجه كذلك خطر الهبوط الى الدرجة الثانية. نعم صحيح باسل. وائل يعني اذا تحدثنا عن دائما العودة من الواجب الوطني والمباريات الدولية، نشاهد أن الكثير من الأندية تتضرر، ولربما هذا كان أحد الأسباب التي خسر بسببها ريال مدريد أمام ريال مايوركا. صحيح، ضغط مباريات، ربما ايضا حتى العوده كل المدربين يشتكون من مباريات. ضغط المباريات في المواسم الاخيره اصبحت يعني متعبه جدا بالنسبه خاصه للانديه الكبرى على المستوى الاوروبي اللي تشارك على مختلف الدوريات. شفنا حتى بخلاف ريال مدريد برشلونه ايضا فقد رافينا في هذه الفتره الصعبه اللي يحتاج فيها رافينا القائد اللي يمر باحسن فتراته، يعني قدم في مردود محترم جدا. اكيد وانه من المفترض وانه لما نحكي على برشلونه نحكي على ريال مدريد يكون فما لاعبين، يكون فما رصيد بشري ثري وثري جدا. اليوم نشوفوا أنه ريال مدريد افتقد لفالفيردي، غاب فالفيردي فغابت الروح، غابت الشجاعة، غابت الشراسة، غابت الفاعلية، غابت اللاعبين اللي كانوا يعني خاصة على المستوى الذهني اللي كان ريال مدريد على المستوى الذهني مستحيل وأنك تعود عليه. هو متعود وأنه هو يقوم بالريمونتادا وهو يعود على مختلف الفرق. ولكن وائل عذرا يعني هل ريال مدريد في هذا الموسم هو فالفيردي؟ يعني غاب فالفيردي يتأثر ريال مدريد كثيرا. أنت تحدثت قبل قليل بأن يجب على الأندية الكبيرة أن يكون لديها زاد بشري، ولكن فالفيردي اليوم يعتبر هو القلب النابض بالنسبة لريال مدريد. شفناه شنو عمل في الشامبيونز ليج، شفناه شنو عمل في مباريات الليغا. أكيد وأنه لاعب مؤثر ومؤثر جدا. ما ننساوش وأنه ريال مدريد باسم هاشم لما غادر توني كروس في فترة صعبة يعاني ريال مدريد. لاعب واحد استطاع أنه يترك ريال مدريد يعاني لفترة طويلة جدا، حتى لقاء أربيلو تقريبا شوية توليفة ما بين تشاوميني ما بين بيلينغهام أصبح يعود إشراك أردا جولر بانتظام يقدم في مردود محترم. أكيد وأنه اللاعب لما يكون في قمة مستواه أكيد وأنه يساعدك، أكيد وأنه يعطيك دفعة ثانية، أكيد وأنه يعطيك الحلول خاصة بالنسبة للمدربين. تحولات المباريات الدولية واللي يتحولوا اللاعبين إلى أنديتهم هذا واجب وطني ما نقدروش ننكروه، ولكن يجب مراجعته على مستوى الفيفا لأنه أصبحت فما أضرار على مستوى الأندية. باسل يقول لك قبل قليل يعني رافينيا مصاب، ثاني هدافين برشلونة. انضرت باريس سان جيرمان سابقا، اليوم انضرت برشلونة، تضرر ريال مدريد، انضروا العديد من الأندية في جرة المباريات الدولية، خاصة لو كانت مباريات نقولوا احنا مباريات أوروبية لها عن طابع جدي وطابع كبير أوكي، ولكن أغلب المباريات كانت مباريات ودية تستوجب سفر لساعات وساعات ثم العودة على المستوى البدني بعد 48 ساعة تلقى روحك تلعب مباريات. أكيد هذا يأثر على اللاعبين. رافينيا انصاب في مباراة ودية أمام كرواتيا، يلقى نفسه تقريبا يغيب على أهم مباريات بالنسبة لبرشلونة ويفتقدوا هانز فليك. أكيد وأنه هذا عامل صعب، ولكن ديما نرجع نقول المراكز اللي موجود فيها تكوين شبان وينتج لاعبين مثل لامين يامال مثل بيدري مثل أسينسيو في ريال مدريد، أكيد وأنك مطالب دائما بأنك تحضر لاعبين جاهزين للمباريات الصعبة. اختيارات المدربين امتى تقوم بتطعيم اللاعبين وتعطيهم الفرصة والمباريات وتوقيت المباريات تحديدا، أكيد هذا يرجع للمدرب وعلى حسب وضعية النادي. لأنه كما قال جمال في مباراة كما مباراة مايوركا كان من الأفضل وأنك تحسم المباراة في الشوط الأول، ثم لو عندك لاعبين تحب تشاركهم في الشوط الثاني تعطيهم الفرصة بعد ما تحسم أمر المباراة، أكيد يكونوا استفادوا من هذه المباراة. ولكن ريال مدريد اليوم حتى ولو باللاعبين الأفضل موجودين بيلينغهام بفينيسيوس بمبابي على المستوى الذهني انهار أمام مايوركا.